السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة ماس جريد 1. إن شاء الله النهاردة هناخد سيشن جديدة، ونركز جدا يا جماعة. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل لنا اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس معانا في المراجعة النهائية إن شاء الله. عايزك اللي فايتك تلحقه، وأي حاجة مش فاهمها اكتب لنا في الكومنتس وهنرد عليك. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع أول مراجعة نهائية. هنحل النهاردة موديل 1 في ماس بريب 1. يلا بيقول لي choose the correct answer from the given ones. ده بيقول لي ايه؟ the value of the expression 5x negative 8 when x equal negative 1 is a. طيب يا جماعة، احنا خدنا قبل كده السؤال اللي زي ده بنعمل ايه؟ بنيجي نعمل substitute للx بنيجاتيف 1 في ال 5x نيجاتيف 8. يبقى اقول له كده 5 times نيجاتيف 1 يا مستر نيجاتيف 8. 5 times نيجاتيف 1 equal نيجاتيف 5. نيجاتيف 8 يديني نيجاتيف 13. نركز مع بعض كده يا جماعة. يلا السؤال نمبر 2 بيقول لي if x to 36 equal 25 to 20 then what is the value of x. دي معناه ايه؟ دي معناه ان x over 36 equal to 5 over 20، وبالكالكوليتور بتاعتي يبقى x equal 25. حاجة زي دي خدناها في جريد 6. 25 times 36 over 20 اللي هي طريقة ضرب الطرفين في الوسطين لو سمعت عنها في جريد 6. وبالكالكوليتور بتاعتي يا مستر اطلع الحل. بعد كده نحسبها بالكالكوليتور. 25 times 36 over 20. ممكن من غير الكالكوليتور. تعال نحلها مع بعض. هنا اختصر على 5 20 divided by 5 equal 4، وهنا على 5 فعلى 5، وهنا على 4 فعلى 1، وهنا 36 divided 4 equal 9. يبقى 5 times 9 equal كام يا مستر؟ 45. من غير ما تحل بالكالكوليتور، عايزك تشغل دماغك برضه. هنا بيقول لي if x not belong للست 2 5 و 7 so which of the following could it be equal to x. طيب بيقول لك ان ال x not belong للسيتس دي، يبقى 2 وال 5 وال 7. يبقى ايه النمبر اللي هيبقى equal x؟ انا عندي 2 و 5 و 7 عمرهم ما هيكونوا قيمة من دول، يبقى على طول ال x equal 1. السؤال نمبر 4 بيقول لي what is the type of the angles that complement a right angle. طيب يعني ايه complement يا مستر؟ يعني التو انجلز الصم بتاعهم ب 90. طيب انت عندك واحدة ب 90 اللي هي right angle، يبقى التانية بكام؟ بزيرو. يبقى زيرو انجل، لان 90 بلس زيرو equal 90. طيب السؤال نمبر 5 what is the multiplicative inverse of negative 3 and 1 over 2. طيب احنا كنا بنعمل ايه في المالتيبليكيتيف انفيرس؟ بنشقلب الفراكشن. طب دي مش فراكشن يا مستر، دي ميكسد نمبر. حوله الاول لفراكشن، نزل ال 2 زي ما هي، والنيجاتيف 3 times 2 equal 6. 6 plus 1 equal 7. دي ايه؟ حولت الميكسد نمبر لفراكشن. طب انا عايز المالتيبليكيتيف انفيرس، يبقى نيجاتيف 2 over 7 هي نمبر سي. سؤال نمبر 6 بيقول لك ايه which of the following scales in equivalent to every 1 centimeter in the drawing represents 6.5 kilometer in reality. طيب ده نعمل ايه؟ قال لك في الدروينج لازم يكون التو يونتس من نفس اليونت. انت عندك سنتيمتر وكيلومتر، يبقى اقول له كده خلي بالك، ركز معايا. ال1 سنتيمتر to 6.5 كيلومتر. طيب بتحول السنتيمتر ولا الكيلومتر؟ لا حول الكيلومتر يا مستر. طب الكيلومتر فيه كام متر اصلا؟ في 1000 متر. خلي بالك في 1000 متر، وال 1000 متر فيهم كام متر؟ ال 1000 هتحولها برضو، ادي متر وانا عايزها بالسنتيمتر. ال 1000 متر هحولها للسنتيمتر، او عامل ملتبلاي باي 100 كمان.
يبقى هنا اول حاجة 6.5 كيلومتر دي لما احولها المتر 6.5 تايمز 1000 هيديني كام يا مستر؟ هيديني 6500. ممتاز. تمام. بس دي بايه؟ خلي بالك دي بالمتر، انا عايز اخلي بالسنتيمتر، احولها للسنتيمتر. بعمل من المتر للسنتيمتر، اعمل ملتبلاي باي 100 يبقى 6500 يا مستر تايمز 100 كمان هيديني 650 ايه thousand، اللي هي نمبر كام يا مستر؟ هتبقى نمبر سي. يبقى 1 to 650,000 دي نمبر سي. نعيدها تاني. وهنا بيقول لك if 1 سنتيمتر and the drawing represent 6.5 كيلومتر، لازم اخلي ال 2 units the same type. هنا سنتيمتر يبقى اخلي هنا كمان سنتيمتر. عشان كده حولت من الكيلومتر للمتر عملت multiply by 1000، وحولت من المتر للسنتيمتر عملت multiply by 100. وصلت؟ تمام. يلا نكمل. بيقول لك which of the following shapes doesn't have an exist of symmetry. تمام. احنا عارفين الاكسس اوف سيمتري بيقسم لي الشيب بتاعي ل 2 equal parts. طب اول حاجه الرومبوس ينفع يا مستر اعمل، لو عملت كده اكسس اوف سيمتري هيقسم لي الشيب بتاعي ل 2 equal parts. وعندك هنا الريكتانجل برضو لو عملت اكسس اوف سيمتري هيقسم لي الشيب ل 2 equal parts. وكذلك لو بصيت عندك هنا كده في السكوير ينفع برضه اعمل اكسس اوف سيمتري. طب تعالي الشكل نمبر سي ده كده، يعني لو جينا مع بعض كده مثلا عملت اكسس اوف سيمتري هتلاقي جزء مش زي الجزء التاني، هتلاقي جزء كبير عن الجزء التاني. لو عملت مثلا كده برضو، لو جيت تشوف هتلاقي الجزء ده مش زي الجزء ده. تمام يا جماعة؟ يبقى هتبقى نمبر سي. ان الرومبوس والريكتانجل والسكوير دي شيبس اعرف فيها اعمل فيها اكسس اوف سيمتري. طب السكند جروب يبقى احنا هنختار نمبر كام في السؤال؟ نمبر 7 نمبر سي. السؤال نمبر 2 سكند جروب بيقول لي ايه؟ choose the correct answer from the given ones. The solution set for 13 plus 5x equals 3 in natural number. طب دي كنا بنعمل ايه يا مستر؟ تعال نحل الايكويشن دي. اقول له 13 plus 5x equals 3. اول حاجة هنقل ال 13 دي نيجاتيف 13 بين ال 5x equal يا مستر 3 minus 13 equal negative 10. يبقى ال x equal هعمل divided by 5 يبقى ال x equal ايه؟ negative 2. طب ال negative 2 دي natural number يا مستر؟ قال لي لا. يبقى السوليوشن ست بتاعتي بايه يا جماعة؟ ب5. بكام؟ ب5. يبقى اختار نمبر دي لانه عايزها بالناتشرال نمبر. نخلي بالنا من السؤال ده، محدش يستعجل ويقوم عامل على طول الست اللي فيها negative 2. السؤال نمبر 2 بيقول ايه؟ what is the point that represents the projection of the point negative 3 و 5 on the x axis. اول لما تشوف in the x axis حط ال y equal 0. فين اللي هنا اللي تشويز اللي فيه ال y equal 0؟ نمبر B. طب لو قال لي يا مستر in the y axis حط ال x ب0. طيب السؤال نمبر 3 بيقول لك which of the following numbers can be the lengths of the sides of a triangle. احنا عندنا خدنا قاعدة في التريانجل ان لازم اي two sides يكونوا greater than third side في التريانجل. نمبر A لو خدت اصغر two sides هو ال4 وال4 هتلاقوهم greater than السم بتاعهم greater than third side. يبقى دي ايه؟ مش هختارها. تعال نمبر B بيقول لك هنا برضو لو خدت اصغر تو سايدز اللي هو ال3 وال4 7 equal 7
طب ده تنفع؟ لا دي مش هتنفع، يبقى دي هناخدها معانا، هنشوف في حاجة تانية تنفع ولا لا. نمبر سي مش هتنفع، نمبر دي مش هينفع اللي انا اختارها برضه، يبقى اختار نمبر بي. ان يا مستر انا عندي لو خدت الثري والفور 7 هيكون ايكوال الثيرد ساين، يبقى دي الاختيار الصح اللي انا مش هختاره، ده انا هختارها صحيح. طب السؤال نمبر 4 بيقول لك a plus a plus a plus a equal، دي معروفة 4a، او قال لك y plus y equal to y، x plus x equal to x، وهكذا. طب هنا بيقول لك if the arithmetic mean of a student grades in 5 exams is 94 and their grades in the first 4 exams are 91 و 94 و 92 and 97، what is their grade in the fifth exam؟ in the fifth ايه exam. طيب احنا عارفين القانون بتاع الارثمتيك مين equal sum of values على النمبر. تمام، هو مديك الارثمتيك مين بكام؟ ب 94، يبقى equal 91 plus 94 plus 92 plus 97، عايز ان fifth exams بقى مزود x over 5. برضه زي ما خدناه في السؤال الاول في الفيرست جروب هنقوم عاملين ملتبلاي الطرفين في الوسطين. طب لما تجمع دول 91 بلس 94 بلس 92 بلس 97 هيديني كام يا جماعة؟ 300. كالكوليتر على طول، 374 بلس الاكس equal 94 times ال 5 هيديني كام؟ 470. هيديني كام؟ 470. طيب يبقى 400 لإكس equal 470 minus 374 minus 4 equal 6، واخد من 7 دي هتبقى 1، 6 minus 7 برضو مش هتنفع، 16 minus 7 equal 9، 4 ده هتبقى 3، يبقى يديني كام؟ 96. 3 minus 0 equal 0 هتبقى 96 اللي هي نمبر سي. طيب تعالى السؤال نمبر 6 كده بيقول لك ايه؟ the opposite figure what is the measure of CBD؟ CBD اللي هي ده، خلي بالك لو جبت دي اكني جبت دي. ليه؟ لانك انت عندك هنا في التريانجل ده ان البي سي ايكوال السي دي، مادام عندي تريانجل فيه two sides are equal يبقى two angles ايه are equal هما كمان. طيب انت عندك ده الشيب ده ايه؟ رومبوس يا مستر. طيب في الرومبوس التو دايجونالز بيبقوا ايه؟ are perpendicular، are ايه؟ perpendicular، يعني are perpendicular to each other، يعني الانجل ده هتبقى ب90. يبقى خلاص سهل، هعرف اجيب الانجل بتاعت دي. يبقى اقول له measure of CDB equal 180 minus 90 plus 35 يا مستر، هيديني كام؟ 180 وهنا بالكالكوليتر بتاعتي هسيبها لكم اهو، طلعت 55. طلعت كام؟ 55. ومادام دي 55 يا مستر يبقى نمبر ايكوال ميجر بتاع البي ايكوال هي كمان ايه؟ 55 اللي هو عايزها اصلا سي بي دي. احنا اللي جبناها سي دي بي، يبقى واللي هو عايزها سي بي دي هتبقى ايكوال برضو 55. طب دي لما اجي اكتبها بالبروف مثلا هكتبها ازاي؟ اقول له since in triangle CBD CB equal CD then الميجر بتاع CDB equal الميجر of CBD، واقول له since ان الشيب BCAD
أو ABCD is a rhombus with two diagonals are perpendicular to each other. عشان كده خليت الانجل ده يا مستر ب 90 degree، وأقوم جايب له إذا الميجر بتاع CDB equal 180 minus، هشتغل على التريانجل بقى CMD، الميجر بتاع CDM equal 180 minus 35 plus 90 هيطلع 55. طيب انت عندك السؤال نمبر 3 بيقولك in the opposite figure what is the value of x. الفاليو بتاع الاكس هنا ايه؟ انت عندك هنا ان الاي بي بره للسي دي يا مستر، يبقى الميجر بتاع، وعندك الاي اي هنا ترانسفيرسال، يبقى الميجر بتاع الاي يا مستر ايكوال الميجر بتاع السي ب 110 corresponding angle. دي بسميهم ايه؟ corresponding angle. ان شاء الله كده مش هطول عليكم عشان مدة الفيديو برضو ما تكونش كبيرة. ما تنساش تعملنا لايك وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي استفسار ممكن تتواصل معانا على الرقم ده، او عايز تحجز ريفيجن او اي حاجة. لو واقف قدامك اي سؤال ممكن تواصلنا على رقم الواتس ده برضو 011 4646 3159. انا معكم مستر محمد صلاح دروس ماس اونلاين، ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.